جنيه. خش يا معلم. اه طبعا. حاليا في بتاع 8 عربيات شغالين. 8 عربيات. 4 من البلد و4 من شبين. من ساعه ما حصل الموضوع ده وانا تواصلت بالطوارئ بتاع الميه ورحت لشركه الميه هنا برضو صرف الصحي يعني وبلغتهم لا بلغت طوارئ شركه الميه والصرف الصحي هنا ان عندي البيت غرقان كذا كذا، وفعلا ما حدش جه بصراحه. لحد هنا لحد بطن كده. هتعدي ازاي؟ وخرجت ازاي؟ رفعت البنطلون لحد هنا وعديت. وعديت وعايز ترجع دلوقتي. يعني ابدا من الاحياء الاموات اللي فيه اللي غرقوا. نعم. يعني الاموات اللي في اول الشارع اللي غرقوا، اللي كل واحد قاعد في بيته دلوقتي متدفي، والاموات اللي احنا اهالينا اللي كل واحد هتلاقيه عايم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقرير جديد وهام جدا من جوه الحدث. لما نيجي نتكلم النهاردة زي ما حضراتكم شفتم من خلال بداية التقرير، المشهد ده أثار عدد كبير من أهالينا، أكتر من استغاثة من أهالينا من خلال تواصل اجتماعي، من خلال نداء، من خلال اتصال تليفوني. نزلنا بعد منتصف الليل على أرض الواقع عشان نسرد أو نحصد كل هذه الأحداث اللي هنعرضها على حضراتكم حالا من خلال تقارير هامة جدا بتهمنا وتهم حضراتكم، وأتمنى التقارير دي تكون تهم المسؤول. في البداية قال لك مهندس رشدي عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية موجود بنفسه عند شارع المقابر. قلنا نتوجه على هناك نشوف الراجل هيعمل ايه او هيتصرف ازاي في الأزمة دي او هيدي أوامره بايه. رحنا قال لك الراجل 5 دقايق وخبطوا، قال يا جماعه ادى بعض من الاوامر كده وقال لك انا رايح موقع اخر مع الف سلامه. نزلنا نتجول بنفسنا في شارع المقابر، لقينا امامنا بحر من المياه. عشان نعدي الاتجاه الاخر محتاجين مركب بجد، انا مش بقول كلام كده، مركب بجد. انتظرنا ان حد معدي، حد رايح، حد جاي، هيروح فين؟ مين هيجرؤ يعدي وينزل في الميه دي يقدر يوصل المكان البر التاني امتى؟ لقينا عربيه كسحه جايه، استأذنت السواق نركب معاك، قال لي اتفضلوا. ركبنا معاه العربيه وصورنا الاحداث اللي حضراتكم شفتوها في بدايه الفيديو. عدينا البر الاخر، فوجئنا لقينا عدد من اهالينا، الناس دي واقفه بتصرخ، بيوتها فيها اكتر من نص متر ميه، ويقول عايزين ننام. الميه وصلت لمكان ما بننام، المرتبه بقى فيها ميه كمان، يعني عدت من السرير وصلت للمرتبه اللي بيناموا عليها. خدنا تقرير مع احد اهالينا دكتور محمد شعبان، قال لك انا اتصلت اكتر من مره بالطوارئ ولكن دون جدوى. نشوف دكتور محمد شعبان عايز يقول ايه وهنكمل مع حضراتكم. دكتور محمد اهلا بيك. اهلا بك يا زمدو. اديني فكره عن الموضوع، ايه اللي حصل بالظبط؟ والله انا كنت خارج البلد ولقيت اخويا بيكلمني بيقول لي الدنيا بتمطر والبلد غلقان، فحتى ما تخيلتش الوضع. قال لي خلي العربيه بره الشارع، جيت لقيت الوضع زي ما حضرتك شايف كده في شارع التراب. الوضع الدنيا ميه واقفه، الدنيا واقفه معديه عن نص متر بالظبط. شارع التراب كده منصوب وواطي وهو على طول كده. جينا لقينا المجاري ضربه عندنا في البيوت. يعني المشكله ان احنا مش بننشل ميه المطر بس، لا ده المجاري ضربه في البيوت. البلاعات نفسها ضرب في البيوت. ايه المشكله؟ البلاعات اللي بره مليانه وضربه في البيوت بقى، فانت كده البيوت فيها ميه صرف، فمهما تنشل في ميه موجوده برضه. بس احنا عارفين ان شبكه الصرف فيها مشكله، لان كده الصرف ضارب في البيت، فطالما الصرف ضارب في البيت يبقى بره عطلان.
فاهمني؟ والا كان يعني بدل ما الموضوع بيمشي الصرف من البيت للشارع، لا الموضوع رادد من الشارع للبيوت فاهمني؟ لدرجه ان انا جيت لقيت في الشارع دي لقيت طبعا انا جيت لقيت الشقه اللي تحت عندي غرقانه والبيت غرقان، والحمد لله احنا يعني المهم تواصلنا مع شبكه الميه والصرف. بصراحه من ساعه ما جينا محدش جالنا الا من شويه. جه الباشمهندس مشكور بصراحه، الباشمهندس محمد راجل مشكور بصراحه، هو رئيس الفرع بصراحه. جه من شويه وجاب العربيه حتى بتاع الفرع للبيت اللي جنبنا كان غرقان، اتنشرت منه، والراجل تعهد انه مش هيمشي الا لما يسلك الخط كله، وحتى قال للناس لازم تسلكوا الخط كله. من ساعه ما حصل الموضوع ده وانا تواصلت بالطوارئ بتاع الميه، ورحت لشركه الميه هنا برضو صرف الصحي وبلغتهم لا بلغت طوارئ شركه الميه والصرف الصحي هنا ان عندي البيت غرقان كذا كذا، وفعلا ما حدش جه بصراحه، ما حدش جه يعني فاهمني؟ ولا العربيه جت، والعربيه جت الشارع التراب هنا كذا مره وما جاتليش، ورحت وراهم تمام لغايه ما جه المهندس محمد. بصراحه الراجل مشكور تعهد انه هيحل المشكله، فاحنا بنتمنى ان المشكله تتحل وبنتمنى ان المشكله ما تتكررش. طب اتصلت بالطوارئ؟ اتصلت بالطوارئ كذا مره فاهمني؟ ده على مدار بقى كل ساعه كده ولا كل ساعتين بتصل. بس احنا نتمنى ان نلاقي حل لمشكله شارع التراب. شارع التراب ده شارع رئيسي، ومع احترامي يعني ابدا من الاحياء الاموات اللي فيه اللي غرقوا. نعم. يعني الاموات اللي في اول الشارع اللي غرقوا، اللي كل واحد قاعد في بيته دلوقتي متدفي، والاموات اللي احنا اهالينا اللي كل واحد هتلاقيه عايم، يعني بدل ما الناس تكرم في نهايه يعني حياتها لا الناس دلوقتي يعني وهي في بين يدي الله، وهي في دار الحق ونحن في دار الباطل، والناس دلوقتي في ترابها متبهدله. فلازم يتجد حل للموضوع ده. يقول لك اصل صرف الباجور صارف هنا، ان شاء الله يكون المحافظه كلها. انت عندك شبكه وعندك مخطط لها وعارف الصرف بيبقى من هنا لهنا على اساس ايه. مش قد الموضوع ده انك تحيد هنا ما تصرفش من الباجور على هنا زي ما بيقولوا ده، لان كان الكلام ده صحيح يعني. ايضا اتكلمنا مع سائق اخر واحد اهالينا، هنشوف الناس دي ايضا بتقول ايه. طب ايه اللي وصل ميه للبيوت؟ من كتر الميه، من نطره. من نطره. طب الشارع كده المنظر اللي قدامك ده هنعمل فيه ايه دلوقتي؟ ما احنا شغالين اهو بنشد بالعربيات وشغالين. يعني في امل عصور سهل يعني ان شاء الله ساعتين زمن ان شاء الله مش هنلاقي اي حاجه. هي النطره كانت جامده وكانت زياده. وما روحتش ليه؟ الميه عوم لحد هنا، ميه لحد هنا فين يعني؟ لحد هنا، لحد بطن كده. هتعدي ازاي؟ وخرجت ازاي؟ رفعت البنطلون لحد هنا وعديت وعايز ترجع دلوقتي. الكل بقى في موقف ذهول. مياه الامطار اللي نزلت تعمل في الشارع المشهد ده، يصل منسوب المياه في الشوارع اكتر من نص متر. ما عندناش اي مانع، ولكن المية دي بالكامل ترد داخل البيوت. دي الكارثة اللي الناس كانت بتعاني منها وبتصرخ منها امبارح. ايه الموضوع؟ بدأنا نتجول بالشارع العام، وجدنا مجموعة من العاملين بفرع سيرس ليان لمياه الشرب والصرف الصحي. وجدنا معاهم مدير الفرع مهندس محمد. ايه يا باشمهندس بتعملوا ايه؟ قال لك احنا بنسلك الخط الرئيسي، فاتح اكتر من بلاعه وعمال يضخ فيها خراطيم وميه عشان يسلك المواسير الرئيسيه الخاصه بالخط الرئيسي اللي بيسحب من المكان ده. حبينا نصور شكل البلاعه من العمق، لقينا البلاعه ما فيهاش ميه نهائيا، دليل على ان الخط فعلا مقفول. الخط فعلا لو بيتم عمل صيانه دوريه ليه ما كناش وصلنا للكارثه اللي حتى وقتنا هذا بنعاني منها. حبينا نتكلم مع الناس
الناس طبعا كل واحد عمال يجري يعمل دي، بيحاولوا ينقذوا ما يمكن انقاذه، ولكن في النهايه دون جدوى. انتظرت اجد اي حد من رئاسه المدينه متواجد او قابلني في الشارع، اسف ما قابلنيش اي حد، ودي امانه انا طالع بعرضها وانا امين على كل كلمه انا بقولها. نداء النهارده واستغاثه مني انا على المستوى الشخصي للساده الناس اللي هي بتتزعم ان هي مهمومه بامور البلد دي، وكل يوم او كل اسبوع اجيب بعض من اهالينا رايحين مكتب رئاسه المدينه بنناقش مواضيع هامه تهم اهالينا وتهم بلدنا وتهم سيرس العيال. اجد حصاد هذه اللقاءات كل الموضوع مبني على شويه زباله مرميين صورناهم، عايزين المدينه نظيفه، مفيش زباله، مفيش كل الكلام ده. طب انا بتحدى حضراتكم ان الزباله دي حضراتكم اصحابها، يعني حضراتكم ترموا الزباله وتدوا فرصه للي حواليكم يرمي على زبالتكم، ونيجي نصور الزباله ونبقى رايحين بموضوع حجه رايحين بيها عشان نقعد ونتسامر في مكتب رئيس المدينه. قالوا ايه؟ بنتكلم في هموم البلد ومشاكل المواطن البسيط. والله الكلام ده ما حصل، وانا باكد الكلام ده. اللي رايح بياخد اللقطه زي ما قلت قبل كده في تقارير سابقه، وارجعوا للتقارير اللي انا نزلت بيها قبل كده هتجدوا كل الكلام ده انا قايله من قبل. قايل ابوس ايديكم سيبوا الناس اللي جايه تشتغل. انتوا خليتوا الناس خرجت عن المهمه اللي هم جايين بيها وما بقوش متفرغين الا لطلباتكم اللي هي ممكن احنا بنفسينا نعمل توعيه لاهالينا. عيب لما نرمي هنا، هنشيل دي، هنعمل دي، يبقى احنا ساهمنا من غير ما نروح نقعد ونركن ظهرنا على الكرسي على الاخر كده وناخد اللقطه ونروح. انا بستغيث بيكم ومنكم، يا ريت النهارده بقى كفاكم ما تم هذا الان. كفاكم النهارده بقى كل ذهن الناس دي مش مشغلين ذهنهم غير في حاجه واحده: ازاي اجري اي شويه زباله هنا اشيلهم، اروق، انظف مدخل المدينه واسيب البنيه التحتيه متدمره. زي ما انا دلوقتي في تقرير انا اخدته وادي شكل البلاعه فاضيه من تحت، دليل على ان مفيش صيانه اصلا تمت بالخط ده، وده اللي وصلنا النهارده للكوارث اللي احنا بنعيشها حاليا وطول الليل اهالينا بتصرخ منها. ارجوكم سيبوا الناس تشتغل. ورئيس المدينه اللي جاي لو فكرت حضرتك افتح مكتبي لكل حاجات عشوائيه وابدا اتكلم عشان ارض ده وارض ده وارض ده، في الاخر حضرتك كده ده مش في صالح المواطن. مكتبك مفتوح للمشكله الحقيقيه اللي المفروض انزل اتعامل معاها بجد. لا اطيل على حضراتكم، ولكن ما سردناه او ما دوناه امبارح من احداث والله اللي احنا بنعرضه حاليا ده 10% من اللي احنا جمعناه امس. كل التحيه وكل التقدير لحضراتكم.